ازاي نقدر نوازن بين الثقة بالنفس والتواضع عشان نتحكم في نفسنا ونخلي قراراتنا صح. اول واهم حاجة اعرف انك مش عارف. قبل ما تاخد اي قرار كبير خد دقيقة كده وواجه نفسك بصراحة، ايه اللي انا مش عارفه؟ السؤال البسيط ده ممكن يغير كل حاجة في طريقة تفكيرك. الدراسة دي لقت ان كتابة الحاجات اللي انت مش عارفها بتقلل الغرور المعرفي والثقة الزايدة اكتر من اي طريقة تانية. يعني كل ما تعترف ان في حاجات ناقصاك كل ما قراراتك بتبقى اذكى. اسمع لغيرك، اطلب النقد لانه فرصة مش اهانة. التواضع المعرفي او التواضع الفكري مش انك تقلل من نفسك وافكارك، التواضع المعرفي انك تبقى كبير كفاية لدرجة ادراكك انك محتاج تتعلم. تاني حاجة خلي الثقة ليها اساس. الثقة مهمة طبعا لكن خليها مبنية على ارض صلبة مش على اوهام. يعني لو انت عارف تعمل حاجة كويس خليك واثق انك بتعرف تعمل الحاجة دي، مش انك تقدر تعمل كل حاجة عموما. يعني لو اتعلمت السباحة في حمام سباحة صغير طبيعي يكون عندك ثقة انك تعوم في حمام سباحة اكبر، مش انك تروح تعوم في بحر مليان دوامات وامواج عالية لمجرد انك عمت في حمام سباحة. دي بقى ثقة خطيرة ملهاش معنى وملهاش اساس. اتعلمت تعزف على البيانو ما تفتكرش انك بتعرف تعزف على الجيتار. كسبت مرة في البورصة ما تاخدش كل فلوسك بقى وتحطها في اسهم.